دارين لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كيف ما وعدتكم وكيف ما شفتوا في المنتدى اللي كنت حطيت واحد البوست، قلت لكم اليوم بعد تردد ديال مدة طويلة وبعد بحث مدة طويلة موضوع ديال وئام الدحمني. من هذا المنبر كنقول الله يرحمها والله يوسع عليها، والله يغفر لكل واحد فينا. كنتمنى نتوما ترحموا عليها من تشوفوا هاد لا فيديو. اليوم بعد ما ترددت بزاف أنني نهضر عليها، حيت كاينين ناس بزاف اللي غادي يقولوا كتقلب على الشهرة وكتقلب على بزاف د الأمور، ولكن من تعمقت في البحث وكونتاكتيت ناس ووصلت الناس عطاوني إفادات وعطاوني هضرة اللي خلاتني كبنت بلادي وكيجري فيها الدم اللي كيجري فيا اللي هي مغربية، ما غاديش نسكت على هذا الموضوع وغادي نهضر كيف ما هضرت على بزاف د المواضيع بلا حتى شي خوف. أنا غادي نهضر وغادي نقول اللي وصلت ليه واللي عرفتو، وانتوما كمتتبعين ديال القناة ديالي عندكم حق أنكم تحكموا كيف ما بغيتو وتعطيو رأيكم كيف ما بغيتو. نهايتي خلاص انا ما نقدرش نتحمل ضغوطات. تخيلي انسان ضغوطات عليه من الاهل، من المجتمع، من الجمهور، من اقرب الناس ليه، خداع، نفاق، كذب، تحرش، دعارة. يا اخي انا بشر، دم ولحم. عندي ديك الساعة البكاء او ساعتين كنقول خلاص هذه نهايتي. يعني ممكن حتى نقدم على الانتحار خلاص، بعدين فجأة كنقول ستوب، استغفر الله العظيم، مستحيل. وبعض الأحيان أنا أقول لك يعني آخر حاجة حصل معايا من قبل أسبوع بالضبط، وصلت لمرحلة سواد، بلاك خلاص ما كان نشوف حتى شي حاجة، سواد، الدنيا سودة، الناس سودين، الحياة خايبة، كل شيء خايب، كرهت نفسي، كرهت حياتي، كل شيء كرهته. وصلت لمرحلة إنه خلاص سوري يعني طز في الحياة، طز في الفن، طز في الشهرة، طز في كل شيء. أنا ما بغيتش هاد الحياة، ما بغيتش هاد الدنيا، خلاص أنا قررت غنمشي من الحياة، غننتحر خلاص. لكن والله العظيم شيء مضحك جدا، هو اتس ايرونيك، مضحك وكيبكي في نفس الوقت. وقفت قدام المراية، غسلت وجهي وانا نوقف وانا نقول وئام، واش انت يا عبد الله قبل اسبوعين ضاربه هاد البوتوكس في الوجه وخاسره الزبابه ديال الفلوس، مشيت انت. وئام الدحمني، المرحومة وئام الدحمني الله يرحمها، في هذا النهار كانت واحد البنت مليئة بالحيوية ومليئة بالنشاط وغير كضحك. هادشي اللي كان كيبان لينا حنا كناس كنشوفوها من بعيد وما قرابينش ليها. هاد البنت هادي الام ديالها والاب ديالها مطلقين. الاب ديالها عايش في كندا، والام ديالها تزوجات براجل اخر من غير الاب، يعني تزوجات بواحد الراجل اماراتي ولدات معاه وليدات، 3 الوليدات. دونك بقات وئام بوحدها، مشات في 18 عام عاشت مع الام ديالها في الامارات وتماك درسات الهندسه. وئام من النوع اللي ما كيبغيش واحد الانسان اللي ما تتبغيش تكون مضغوطه، يعني تتبغي تكون عايشه حياتها بلا حتى شي ضغوطات، يعني عايشه حياه عاديه كيف ما هي بغات. هادشي كان ضد أن المجتمع الإماراتي يتقبلوا، كيف كنعرفوا كاملين أنه الإمارات يعني واحد البلد اللي محافظ والإخوان وهذا وتيحترموا الحجاب دونك ما تقبلوش داك التفتح ديالها وداك كيف كنقولوا أنها open زايدة عليهم هما وما دخلتش ليهم لراسهم، وهادشي كانت لقاتو مع خوتها هما الوالد. خوتي دابا بداو كيكبروا، عندي اخويا ما شاء الله مهندس يتخرج هاد السنه، فهد الوضع يختلف. بدا كيقول كيف انا اختي فنانه، عاد بدا كيستوعب. عرفتي ديك لاج ديال 21 سنه 22 سنه، عاد بدا كيستوعب وانا اختي فنان. شهادة الهندسة إماراتية اللي ما قبلوهاش وكانوا امبوزاو عليها وكانوا فرضوا عليها أنها تلبس لباس محترم وأنها تدير يعني ما ديرش ميكاب وأن بزاف د الأمور، وهادشي كان ضد المبادئ ديال وئام الدحماني، يعني إلا كانت بغات دير شي حاجة كديرها وهي مقتنعة بها. دونك من تماك دخلت المجال الإعلام، ولات إعلامية ودارت برنامج اللي كتستضيف فيه المشاهير ديال هوليوود. هذه نقطة. من بعد من تماكن مشات درجة ولات كتمثل وكتدير أفلام في الهند. هادشي اللي خلاها أنها تشهر كتر وتعرف كتر في داك الجهة وفي العالم بأسره. دونك هاد البنت هادي
كيف ما كتشوفوا دابا معايا وأنا كنهضر في لا فيديو، غادي تلاحظوا معايا ملاحظات اللي أي واحد فينا كان يقدر يلاحظهم. هاد البنت كيف كنشوفوا أنها كتهضر. دابا غادي ندوز لكم واحد لا فيديو كتهضر على البوتوكس، كتهضر على التجميل، كتهضر على shopping، كتهضر على لي بارفان، كتهضر على لي ميكاب، كتهضر على الحياة اللي كتمناها أي بنت. بغيت نشري بارفان، بغيت نشري اي دون نو، بغيت نسافر، بغيت ندير شوبينغ، بغيت بترول السياره، بغيت اي شيء، كتجيك قاصحه من وئام اللي كنت كتقبط كذا كذا. دابا اللي أي بنت كتمنى أنها دير هادشي كامل، وداكشي اللي كانت هي كديرو، يعني كانت كتخدم على راسها، كانت كتمشي كتسافر، كتلبس، كتخلي ما دير. يعني حتى إلا لاحظتو دابا في الفوتو ديالها ديما دايرة الذهب ديالها، ديما لابسة مزيان، ديما البنات اللي كيفهموا في لي مارك غادي يشوفوا أنا لابسة لي مارك. دونك هاد البنت هادي عندها دار في دبي. من بعد من دارت واحد العملية ديال التجميل، هي كانت كتقول لك أنا مع العملية التجميل، يعني المرأة خصها، كانت ديما تتشجع أن المرأة خصها تهلا في راسها، أن المرأة خصها تقاد حالتها، أنها خصها تكون ديما فحولة مزيانة، يعني كانت ضد التجاعيد، يعني كانت قادات الصدر ديالها، كانت دارت نفخاتو من بعد أنها تعرضت للعملية. قبل الموت ديالها كانت دارت عمليات، يعني دقة وحدة ديال دارت شد البشرة، صيبات الخصر ديالها، ودارت زراعة الشعر. هذا الواقع. يعني المرأة خص تكون انثى، كتحس براسك، هي كتولي عندها ثقه في النفس، كتمشي تك تك تك. يعني واش يقول لك دعاره؟ مش دعاره يا اخي، جسم هذا. يعني انا لازم نحب نفسي. كندير بوتوكس طبيعي، اي مرة دابا واخا مش فنانه كدير بوتوكس، اكيد ما غنبغيش لي غير. يعني هاد الشي حنا كيف ما كنعرفو كاملين ان هاد العمليات راه ماشي ديال معرف ديال 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا 3000 درهم. هاد العمليات كيتكلفوا مبالغ هائله. دونك المينيموم ديال هاد السيده كيف كانت عندها الطوموبيل ديالها، وعندها دار كانت في المغرب اكزاكتومون في سلا، في هرهوره. دونك السيده يعني كيف كنقولوا حنا المغاربه بالهضره ديالنا ملعقه، يعني خدامه على راسها دايره علاش ترجع. اللي بغيت نفهم انا هو واحد النقطه اللي انا تفاجأت فيها، واللي هي كيف هاد السيده هادي دايره واحد الطريق اللي هي رسمتها لراسها، اللي هي هادشي ديال الشهره. وكانت من رجعت من العمليه مشات تتوجد الفيلم ديالها اللي كان غادي يهبط، واللي هي اللي كانت مولاه بالمال ديالها الخاص. خدات اوتيل لحدا الخدمه، حدا المقر ديال التصوير، باش تبقى تطلع ترتاح فيه. هذا قبل الموت ديالها، وتما فين لقاوها توفات. الناس بزاف سولو قالوا علاش هاد السيده اللي لاباس عليها هكذا وعندها الدار في دبي ما مشاتش للدار ديالها في دبي، مالغري انها كدير الفيلم ديالها في دبي. اللي ما فهمتوش هو انها من رجعات وعرفت راسها انها غادي تدخل في هذا العمل وغتطول فيه، ناضت كرات الدار ديالها في دبي مفروشه كيف ما كتشوفوا في هاد التصويره. دونك السيدة كانت على علاقة مقربة جدا بعيشة عياش. تواصل كل نهار، داكشي علاش كنت اول وحده عرفت هادي وحده. سكت لي القلب. اللي كنعرفوها كاملين شنو كانت كدير بالبنات ديال المغرب، شنو كانت كدير بالبنات اون جينيرال. كانت كتستغل البنات، وكانت كتشجعهم على الدعارة الراقية، أنهم غادي يمشيو مع هذا وياخدوا الفلوس. يمكن الإنسان اللي كيكون عنده واحد الطموح أنه باغي يدير وديما تبع يعني قد حالته وهذا، هادشي تيطلب مصاريف وكيطلب فلوس وعمر. يعني كيف كنقولوا حنا، علاش كنقولوا ديما تيقولك تيجي واحد تيقولك وهذاك الانسان راه لاباس عليه، علاش باقي تيقلب على الفلوس؟ واش عمر البحر كيشبع؟ هاد البنت هادي ممكن تكون غلطت، استدرجتها ولعبت بها عيشه عياش ومشات في الدعاره الراقيه، وكيف ما قبل ما تموت خرجات
بالتصاريح. واحد الاستجواب كان دار معها تتبكي وكتقول لك عليا ضغوطات، ومن أقرب المقربين قال أنها كتعاني من ضغوطات نفسية وتهديدات، وكانت هادشي اعترفت به الأم ديالها. قالت لها ماما راه أنا كنتعرض للتهديدات، ولكن ما بغاتش تقول ليها شكون اللي كيهددها وباش كيهددها، لدرجة أنها فاش توفات كيف قالوا بزاف ديال الناس ما لقاوش عندها خاتم واحد ديال الذهب، لقاو الكونط ديالها زيرو. يعني هاد الشيء اللي كنعرفو كاملين ان حمزه مون بيبي هذه هي الطريقه ديالو. كان مخدم عيشه عياش معاه، كانت كتستغل البنات وكتمشي وكتلعب ليهم بنقط الضعف ديالهم وكتستدرجهم للدعاره الراقيه، ومنهم ناس اللي لاباس عليهم وكانوا كيمشيو للدعاره الراقيه. من بعد من داكشي كيتحط التصاور اللي كيتم التصوير ديالهم في حالات اللي ما يتقبلهم حتى شي واحد، وكيتم الاستفزاز ديالهم. تيتم الاستفزاز ديالهم مقابل المال، مقابل مجوهرات، مقابل بزاف د الحوايج. هذا هو الاسلوب ديال حمزه مون بيبي. انا تنقول 100% عيشة عياش هي السبب وراء هادشي اللي طرا. الناس بزاف تيقولوا ان عيشة ان دويام الدحماني اخر واحد زارها هي واحد السيدة منقبة طلعت عندها الغرفة، واللي حد الان ما قدر حتى شي واحد يكتشف الهوية ديالها. الا نتوما ما قادرين تكشفوا بالكاميرات المرأة اللي جات لعند وئام الدحماني من بعد منا عرفتوا انها ماتت، ما تقدروش تكشفوا لمن مشاو دوك التحويلات الماليه، شكون اللي تسلم دوك الفلوس اللي كانوا في الكونط ديال السيده. حنا كاملين عارفين دابا القانون وعارفين ان البنكات لا بليبار ديال الناس المشغولين كيديروا دي فيغمون، يعني تيصيفطوا غير باغ تليفون، كتصيفط لواحد الانسان ممكن تجبد داك الانسان اللي كان كيتصيفطوا له الفلوس. ممكن تعرفوا داك الذهب فين مشى. واش السيده عباد الله كتخسر على راسها زببلت الفلوس وما لقاو تحت منها حتى شي درهم؟ واش السيده كانت كتهضر غير بالشوبينغ وتتهضر غير بلي مارك وكتهضر غير هادو ما تلقاو تحت منها حتى فلوس، وهي اللي موله واحد الفيلم قدو قد السخط؟ وتجيو في الاخر تدمسوا القضيه وتقولوا حقا راها انتحرت وسالينا. انا من هذا المنبر بغيتكم من هاد لا فيديو انكم كلكم ديروا هاشتاغ باش يتعاود يتحل الملف ديال وئام الدحماني من جديد ويدار له التحقيق، حيت الروح عزيزه عند الله. وإلا سكت انا وسكت الاخر وسكت الاخر وسكت الاخر، راه حنا ماشي مغاربه حرين. انا من هذا المنبر كنطالبكم ان غدار هاشتاغ بارطاجيو هاد لا فيديو الماكسيموم بوسيبل بارتو. انا بغيتو يوصل لكل شيء، وتنطالب من السلطات الاماراتيه تعاود يتحل التحقيق في هذا الملف، والناس ما يسكتوش. حيت كيف طرا لهاد البنت ممكن تكون غلطت ومشات في ديك الطريق الخايبه، ولكن حنا ماشي حنا الله اللي غادي نحاسبوا الناس، ولكن ما نرضاوش واحد الروح عزيزه عند الله تضيع بحال هكا. هاد السيده هادي ما ماتتش متعاديه، العالم عارفها ما ماتتش متعاديه، حيت جميع التفاصيل اللي حنايا اللي بنادم ماشي سلطات ماشي هادو باينين لينا، ماشي هما هادوك باينين لينا ماشي طبيعيين. الانسان اللي غيموت متعاديه غادي تلقى عنده باقي حياته عادي، يعني تحت منه فلوس وتحت منه ذهب وتحت منه مسائله كامله، ماشي غتجي تلقاه ما تحت منه حتى ريال حتى حاجه، هو محط طونوبيل تتسوى الزبل الفلوس في باب لوطيل ومول فيلم اللي هو دايرو من جيبو. دونك كنتمنى منكم الله يجازيكم بالخير هاد لا فيديو يتبارطاجا على جميع البلايص باش الحق ديال هاد السيده وديال هاد البنت وديال هاد المرحومه يرجع. شكرا لكم. كنسال لي كومونتير ديالكم وارائكم بخصوص هذا الموضوع. ما تنسونيش في اللايكات وتنبغيكم بزاف، وشكرا لكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. وشكرا على تربيتها لي، شكرا على كفاحها، شكرا على كل يوم سهرات فيه معايا، شكرا على كل شيء.